كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة جديدة ومختلفة تماما لكحك العيد، طريقة ما اتعملتش قبل كده، تجربة جديدة أول مرة أعملها وطلعت معايا الكحك دايب وناعم زي بتاع المحلات بالظبط. كل اللي داق الكحك عجبه قوامه وطعمه وشكله، محدش كان مصدق إن ده معمول في البيت، فالتجربة نجحت معايا فقلت لازم أشاركها معاكم. عندي عبوة من الدقيق 900 جرام دقيق منخول طبعا، ويكون دقيق نوع جودته عالية، عليه مع رشة من الملح، معلقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر، معلقتين كبار مليانين من النشا، معلقتين كبار مليانين من اللبن البودرة، ومعلقتين كبار مليانين من السمسم، ومعلقة صغيرة من ريحة الكحك، ومعلقة صغيرة من المحلب المطحون. نقلب المواد الجافة دي كويس قوي كده مع بعض ونخليهم على جنب. في العجان أو في الخلاط أو بالمضرب الكهربائي أو حتى بالويسك المضرب اليدوي، عندي 500 جرام من السمنة، عليهم معلقتين كبار مليانين من السكر البودرة، ومعلقة صغيرة مليانة من الفانيليا. نضرب الخليط ده كويس جدا مع بعض لحد لما يفتح تماما ويبقى عامل زي الكريم شانتيه أو الكريمة كده، يبقى فاتح تماما بالشكل ده. هنا وصلنا للقوام المطلوب، هنبتدي بقى نضيف المواد الجافة اللي احنا قلبناها مع بعض. ما بضيفهاش كلها مرة واحدة، بضيف كده واحدة واحدة عشان بس الدقيق ما يطرش، وخلاص بشيل الويسك وبحط الكف وبنبتدي ندمج المكونات كلها مع بعض. بنيجي كلنا هنا بقى عند الخطوة دي ونلاقي ان العجينة مش محتاجة اي سوائل، العجينة حلوة قوي، طرية في ايدينا وينفع تتشكل، وهو ده بالظبط اللي انا عملته. خدت كام واحدة كده وخبزتهم في الفرن، وطلع كحك طعمه وقوامه تحفة، زي ما دخل الفرن زي ما طلع منه بالظبط، ومحتفظ بالنقشة والرسمة بتاعته وقوامه خطير. كملت نفس العجينة بنفس الطريقة كلها، حتى عملتها بالمصفاية، ما عنديش ولا بصامة ولا منقاش ولا حاجة خالص، المصفاية طلعت شكل وردة حلو جدا. ودخلت الفرن على الرف اللي في النص درجة حرارة 180 من 12 ل 15 دقيقة لحد ما يطلع بلون ذهبي جميل بالشكل ده. وهي دي التركاية، كحك بدون سوائل خالص، ولا حليب ولا مية ولا خميرة، طالع دايب جدا وناعم محتفظ بالرسمة بتاعته زي ما دخل الفرن زي ما طلع منه بالظبط. الرسمة زي ما انتوا شايفين طالعة مظبوطة، مفيش حد داقه واختلف عليه، واعتقد ان الطريقة دي هتحل مشاكل كتير. الكحك ولا هيفرول معاكي ولا هيطلع ناشف ولا محجر ولا اي حاجة خالص، طالع دايب قوامه حلو جدا ومظبوط على الشعرة، مفهوش ولا غلطة، ومحدش هيصدق ان ده معمول في البيت. بنصح بيه جدا، تجربة حلوة قوي، عايزاكم تجربوها حتى لو في كمية قليلة. وهستنى اشوف تعليقاتكم الحلوة كالعادة في الكومنتات، وكل سنة وانتم طيبين.